بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. ده طبعا بيلي الدبرياش باظت لوحدها يعني، استعمال والكلام ده. بس هي كانت داخلة على الديسك وكانت هتبوظه بقى، بس هو ستر ربنا يعني، كانت ماشية مع صاحبها ببركة ربنا سبحانه وتعالى. الفيديو ده طبعا عشان أوريكم الفبر بتاع الفرش اللي اتكلمنا عليه كذا مرة، تغييره ازاي. شوفوا بيبقى بايظ ازاي، بيخلي الفرش مبوش ازاي. دي الفبرة السمراء، هو بيبقى عبارة عن فبرتين، واحدة سمراء واحدة بيضاء. طبعا الألوان مش هتفرق معانا، بس أنا للتوضيح مش أكتر. أدي البلية اهي، والقمرة بتاعت الفرش. بلية منتهية منتهية لدرجة إن الحشو بتاعها ساح. دي الفبرة التانية اللي هي بتبقى جنب جوه البيضة، طبعا مكسورة اهي زي ما انتوا شايفين. فبرتين، وقليل جدا لما بتلاقيهم في حتة، يعني لأنهم أساسا التجار ما بيجيبوهمش إلا مش كل التجار. طبعا جبت هنا البلية الجديدة. وخلي بالكوا يا جماعة، بيلي دبرياش 90% منه مضروب اللي في السوق. خلي بالكوا، أغلبية التعليقات دلوقتي على الفيس يقول لك أنا ركبت طقم دبرياش وسمعت نحرة بعديها. ودول طبعا شكل الفبرتين اللي عدوا اللي هم الجداد. طبعا بقوم جايب بقى ايه لحسة شحم، حاطط مكان الفبرة دي مكان الفبرة دي، ادي الفبرة البيضة، اقوم جاي مركبها مكانها. والفبرة التانية السمراء اللي هي بتركب من يمة بره من يمة الفرش. كده كله بالصلاة على النبي تمام. دي الفبرة البيضة والفبرة التانية، هما فبرتين الفرش شغال عليهم. ده طبعا الفرش مديله لحسة شحم. اقوم جاي حاطط القمرة وأكون مركب فيها طبعا البلية الجديدة ومديها لحسة شحم. بس الصلاة على النبي، بحط المسمار ال13. يا رب يا جماعة يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة والتفاعل، ولو على الفيس ما تبخلوش برضه علينا بالمتابعة واللايكات. إن شاء الله لما تعملوا متابعة، لايك، اشتراك، تفاعل، إن شاء الله مش هتخسروا حاجة، بل بالعكس إن شاء الله تستفيدوا.